الولد الصغير رمى لعبته عن قصد، وأول ما الست اتلهت وهي رايحة تجيب اللعبة قال لأبوه إنه بردان وطلب منه يجيب له جاكيت. وبمجرد ما أبوه مشي صاحب أبوه ظهر، الولد جاري مبسوط ناحيته، ولما رجعوا هما الاتنين اكتشفوا إن الولد مش موجود. ساعتها الست قلبها وقع من القلق إن يكون حصل للولد حاجة وحشة. استغل الولد الحالة اللي كانوا فيها وهم بيدوروا عليه، وراح مدي المفتاح الاحتياطي للعربية لصاحب أبوه عشان يطمن الأب وما يخليش باله يشيل هم. صاحب أبوه بعت له صورة هو والولد. أول ما الراجل شاف إن ابنه مع صاحبه ارتاح شوية، بس في اللحظة اللي بعدها الست شافت طاقية الولد طافية على المية، وشها اتقلب ومن غير ما تفكر نطت في المية تحاول تنقذه. لحسن الحظ الراجل لحقها في الوقت المناسب، وبعد ما عرفت إن الولد متاخد مع حد الست اطمنت. لكن وهم راجعين اكتشفوا إن العربية مش موجودة. طلع إن صاحب الأب خد الولد ومشي بالعربية، ولما الراجل شاف عفش التخييم متساب وراهم فهم إن دي كلها خطة الولد عشان يقرب أبوه من الست. بس لما حاول يتصل يستنجد اكتشف إن تليفونه باظ من المية، وكمان تليفون الست كانت بطاريته فصلت. فالليل ده اضطروا يباتوا في الجبل، وأول ما غيروا هدومهم للدفاية اكتشفوا إنهم لابسين بيجامات شبه بعض، وحتى الأكل اللي معاهم كان علبة نودلز سريعة التحضير. بس الراجل اللي متعود ياكل أكلات فخمة ما كانش له نفس خالص في الأكلة دي، لكن لما شاف الست بتاكل مبسوطة حب يجرب خد قضمة. اتفاجئ إنها طلعت لذيذة جدا، ومن تفكيره إنها ما تلاقيش كفاية تاكل ساب الباقي لها. وفي الآخر قعدوا الليلة في الخيمة. تاني يوم الست كانت بتستحمى في البيت لوحدها، فجأة حست إنها تعبانة. حاولت تقوم بس جسمها ما استحملش، وهي بتغرق ببطء في المية. القاسورة اللي لابسها الراجل رنت. على طول حاول يتصل بيها بس ما حدش رد. قلق جدا وفضل مش مرتاح إن يكون حصلها حاجة، ولما راح لبيتها اتفاجئ إن في قفل بكود محطوط على الباب.